النهارده انا اخترت لكم 4 عطور فقط من بين مجموعه كبيره جدا جدا من العطور الموجوده سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. ال4 عطور دول كفيله ان انت تدخل بيهم سنه 24 على خير ان شاء الله، تتهنى بيهم سواء كنت من الرجال او من النساء. العطور دي منها 2 يناسب الجنسين ومنها 2 رجالي بحت. اول عطر معانا هو عطر الزهري حمضي فاكهي، يعني تقدر تقول كده ان هو شامل جميع الاذواق في عطر واحد بس. العطر دون اسمه فلير ناركوتيك، وعطر جميل جدا ومميز يعني عن باقي العطور اللي موجوده من نفس الاتجاهات دي. العطر دون مناسب للجنسين، بنقولها عندنا في اللغه بتاعتنا يونيسكس، يعني ينفع حريم ورجال. ميزه العطر انه ينفع طول السنه، ينفع طول اليوم ولكل المناسبات، وثباته كمان، انا بتكلم طبعا عن الزيت اللي عندي، ثباته كمان يقعد معاك طول اليوم، حاجه تشرب بجد. ده العطر الاولاني اللي هو فلير ناركوتيك. العطر الثاني يمكن ناس كتير جدا عارفاه، هو عطر عود مضوي او مضوي من العربيه للعود. العطر ده مقدمته الخوخ مع الباتشولي، والقاعده بتاعته فيها عنبر ومسك. عطر جميل برضو. العطر ده برضو يونيسكس، يمشي برضو للحريم وللرجال، برضو يكفي معاك طول اليوم. وميزه العطور اللي احنا اخترناها النهارده ان هي تمشي معاك طول السنه، تمشي معاك طول اليوم، تمشي معاك في كل المناسبات، عشان ما حدش يقول احط مثلا العطر ده امتى او العطر ده امتى. لا، انت اشتري العطر واستخدمه في اي وقت هيناسب معاك في الوقت اللي انت هتستخدمه فيه. العطر الثالث ده عطر رجالي. العطر ده اسمه بلاك لكزس اكس اس. العطر طبعا ناس كتير عارفاه، بس الله اعلم اللي انتوا عارفينه هو الزيت اللي عندي ولا انتوا عارفينه نوع تاني. انا بتكلم طبعا على جوده الزيت اللي عندي او على الانواع اللي عندي او على الاتجاهات اللي عندي. بلاك لكزس ده عطر سكري او شجري منعش جدا جدا، هو رجالي مناسب لطول اليوم برضه. في مقدمه العطر ده اول ما بترش تحس مع الليمون بالسكر المكرمل شويه كده، وبتحس بقى بالشوكولاته او بريحه الشوكولاته بتاعته. طبعا القاعده بتاعته الخشب المتعتق. العطر الرابع والاخير، العطر ده اسمه بي جي كي، هو البراند بتاعي خاص بيا، او الرابع او 4 سنين متتاليه الاكثر مبيعا وانتشارا عندي. العطر ده بي جي كي برضه عطر شبابي مناسب طول اليوم طول السنه، بس هو ريحته نفاذه قوي قويه، يعني ما انصحش بيه الناس اللي عندها حساسيه او مشكله في الجيوب الانفيه. ما انصحش بيه لانه عطر قوي، طبعا فيه ليمون، في تفاح، في نعناع، في فانيليا، فالروائح دي بتبقى منعشه وجديده فواحه. طبعا الثبات لا يقاوم، عطر لا يقاوم، جاذبيه لا تقاوم. انا بشكر في العطر ده لان انا عامله براند ليا، فلازم طبعا اكون مختار عطر من باقه عطور قويه جدا. ال4 عطور دول ما تقارنش ورايا بيهم لانهم هيعجبوك جدا، مناسبين لكل الاذواق. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو يبقى لايك، واتمنى تجرب العطور دي من عندي، وبعد كده قدامك السوق مفتوح، اختار زي ما انت عايز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.